المهرجان تولدت فكره في ما بين انا وخويا انيس سبيكا في لحظه نتاع فكرنا ميعاد الاجداد وفكرنا تراث البلاد والاصاله والعروبه كيفاش كانت. حبينا نحيوا الفكره هذه، حبينا نعملوا ولاده جديده وانطباع خاص للجيل هذايا. فكرنا باش نعملوا معناتها ملحمه كامله للبرنامج. بالنسبه للبرنامج عندنا في ملحمه كامله للجزيره الهلاليه معروفه عند ناس بكري، ربما برشا اجيال نسيتها. مشاركين في الملحمه هذه هم الطلبه، وعندنا زوز خيان كما الكاسم يخدم معنا في جمعيه القاسيين عن الحركه العضويه في فرع جربه، وعندنا خونا بشير استاذ عربيه تكرموا وتفضلوا معناتها باش يخدموا معنا العمل هذايا. وكذلك عملنا الجحفه، عملنا الجحفه وعملنا الطباله واللي باش تذكرنا بتراثنا واصالتنا وعاداتنا القديمه. عملنا كذلك بيوت الشعر موجوده باش نفكروا العروبه نتاعنا والاصاله الصحيحه معناتها اللي عشتها اجدادنا وجدود اجدادنا. لو تحدثنا قليلا اخي محمد على الفقرات المزمع تنفيذها والتي تم تنفيذها ايضا هذا المساء وغدا في اليوم الثاني من هذا التظاهر. بالنسبه لليوم كما كنا حكينا عطينا ملحمه نتاع الجزيره الهلاليه، وكذلك عندنا زاد كيف عملنا لوحات في نتاع لباس تقليدي، عرض كامل في لباس تقليدي بالتوازي مع فكير باش نعطوا طابع خاص وطابع رونق معناتها جديد وحاجه جديده ان شاء الله. باش يكون لنا قدوه برنامج معناتها يوم مفتوح للاكلات الشعبيه بمساهمه دار الشباب محبوبين، وكذلك بمساهمه جمعيه القصيرين عن الحركه العضويه بفرع جربه. كذلك عندنا عرض للحرف التقليديه ان شاء الله باش تكون من صنع يديات ذوي الاحتياجات الخصوصيه. حبينا ندمجوهم معنا في التظاهر هذه، حبينا نحسسوهم باللي احنا قاعدين معاهم وقاعدين نخونوا فيهم ورانا مش سايبينهم ونساندوهم في كل الاوقات وفي كل المراحل. وكذلك عندنا ان شاء الله امسيه شعريه فنيه يحييها مجموعه من الشعراء ان شاء الله باش تكون بمساهمه دار الثقافه وبرعايه دار الثقافه بدون. وكذلك عندنا ان شاء الله نهار الجمعه عندنا معرض للادوات التقليديه، كل ما هو استعملوه البدو في عيشتهم قبل وفي ماكلتهم وفي خدمتهم وفي كل شيء. وان شاء الله عندنا حفل تكريم كل من ساهم في العمل هذايا من لجنه تنظيم من سيد مدير الريستوران كما سي مدير الليزات. ونشكر خاصة سي بديع الشاهد على الاستضافة هذه ورحب بالفكرة، وهو الممول الرئيسي في التظاهرة هذه. نشكروه ونشكر كل الأطراف اللي ساهمت في البرنامج هذايا وفي المهرجان هذايا، ولكم فائق الاحترام. وإن شاء الله نوفقوا في المهرجان هذايا وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، وإن شاء الله نتمناو باش تكون ولاده جديده وولاده اخرى ان شاء الله العام الجاي باش نعاودوا نحيوا التراث هذايا وكل عام ان شاء الله باش تكون بادره طيبه كما هذه. وشكرا بارك الله فيك.